لو رمضان بدأ معاك بداية مش ولا بد، ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليك في العبادة شوية مع انك كنت محضر نفسك جدا. كنت عمال بتدعي في حاجة كده بقالك حبة، وعلى دخلة رمضان حصل العكس او حصل حاجة مضايقاك جدا، يبقى لازم تكمل الفيديو ده للآخر. الحقيقة ان انا من اسبوعين 3 كده رجعت من عمرة، ولما ربنا سبحانه وتعالى رزقني بعمرة الفترة دي، عارفين الفترة اللي قبليها بتكون كانت صعبة قوي وكانت ابتلاء وكده، فانا اللي كنت متحمسة جدا 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 اروح، وحاسه ان ربنا استجاب كل دعائي، وحاسه ان انا اول ما اروح انا هنهار من العياط من كتر ما انا محتاجه ربنا قوي، يعني طول الوقت محتاجه، بس لو انت حاسس انت يعني محتاجه جدا 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 في الفتره دي. وبعدين قبل العمره بيوم تقريبا بدات اتعب جامد، واتعب التعب اللي هو انا قاعده في السرير وعشان اقوم بيسندوني وحاجات شبه كده يعني. وبدأ بقى يعني اللي هو يقولوا لي حاجات شبه اللي هو ما تزعليش لو ما عدتش العمرة دي، بالنية النية اعظم بكتير يا سمية ومش عارف ايه وكده. وانا جوايا حتتين، حتة بتقول انت لازم تبقي راضية، وحتة تانية لو يا رب انت مش عايز نعمل العبادة دي. ده انا كنت فاكرة ان العمرة دي يعني معناها انك راضي عني بعد الابتلاء، بس قلت خلاص. قالوا لي هتعملي العمرة وانتي تعبانة على قد ما تقدري وما تجيش على نفسك وخلاص، ورحت وعملت العمرة. وكنت مبسوطه ان ربنا تمها مع اني كنت تعبانه قوي، بس من جوايا كنت زعلانه كده شويه، لو كان نفسي تفتح عليا يا رب في الدعاء وادعي واقول اللي جوايا فتفرج كده واحس انه يعني عارفين قلبك كده ربنا شفاه. بس قلت الحمد لله. فلقيت مرات اخويا بتقول لي بقول لك اسمع، بما انك عملتي عمره وانتي تعبانه ما تيجي نعمل عمره تانية اعملها معاكي انا وكمال اخوكي. فحسيت اللي هو ايه ده بجد، طب ايه ده، الله انا طول عمري جدا نفسي اعمل عمرتين، بس جيت العمره كتير وكنت بكسل. وهنا استشعرت اسم الله القابض الباسط، ان ربنا سبحانه وتعالى قبض عليا صحتي قبل العمره علشان اعمل عمرتين، عشان يحقق لي الدعاء والأمنية اللي أنا نفسي فيها بقالي يجي يا جماعة حوالي 5 أو 6 سنين. فسبحان الله كان قبض صحتي ده أصلا عشان يبسط عليا في العبادة.